والكلمة الآن للسيد ميشوم رحو. تفضل سماح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. السيد الرئيس، معالي الوزير، السيدات والسادة النواب، أسرة الإعلام، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية الشكر موصول لمعالي الوزير على العرض المقدم، وأيضا إلى اللجنة التي حضرت هذا التقرير. معالي الوزير، أبدأ مداخلتي من منطلق كلمة رئيس الجمهورية شفاه الله: لا يمكن انتظار أي إصلاح للعدالة بدون إصلاح حق الدفاع. فأتساءل، فما منسوب الاهتمام بهذه المقولة في هذا المشروع؟ أم أنها في واد وحق الدفاع في واد آخر؟ كما أتساءل، ما هي الإضافة التي جاء بها هذا المشروع عن القانون 91/04؟ وهل هذه الإضافة تضمن المحاكمة العادلة في العمق؟ كلا، هذا لا يتأتى في غياب حظ المحامين في التكوين لمواجهة القضايا المتجددة ومواكبة العولمة والتطور التكنولوجي. ورغم ذلك أن رجال العدالة ومهنة المحاماة قد تلقوا خبر مناقشة المشروع بكل ارتياح، وتأسفوا بعد ذلك عندما رأوا التقرير النهائي المقدم للمناقشة. معالي الوزير، بعد دراسة هذا المشروع أستسمحكم بإبداء بعض الملاحظات، لعلي أضيف شيء في يضمن حق المقولة التي ذكرت، أن المشروع لم يولي الاهتمام اللازم للعلاقة بين المحامي والنقابة، رغم كون الحالة الموجودة الحالية متوترة من جهة، وأخرى ضاغطة على عمله ومقيدة لحريته واستقلاليته. صحيح أن المشروع جاء بالمادة الثانية الواضحة التي تكفل حرية واستقلالية مهنة المحاماة، لكن في نفس الوقت أن معظم المواد الأخرى جاءت مقيدة للمحامي وجعلت منه تابعا للنقيب، معززة بذلك سلطته وجاعلة منه إمبراطورا، مما سيؤدي مستقبلا إلى وقوع انسدادات في منظمة المحامين سببها هيمنة النقباء الذين يخدمهم هذا القانون بشكل كبير. الملاحظة الثالثة: التعارض بين المواد القانونية في المشروع بينها وبين مواد في قوانين أخرى خاصة المواد 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. معالي الوزير، إذا كانت المادة الثانية تقر بحرية واستقلالية مهنة المحاماة، فكيف يلتمسها المحامي في واقعه مع وجود المادة 65 الفقرة 2 في النظام الداخلي التي تعطي السلطة المطلقة للنقيب؟ عندما نقول السلطة المطلقة أي معنى المفسدة المطلقة للنقيب، بنصها على يخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب عوضا عن أنه يخضع للقانون، وتجبر المحامي على الانقياد لها، مما جعل مهنة المحاماة تتميز بالمذلة والإهانة وليس بالحرية والاستقلالية كما وصفت في المادة الثانية. معالي الوزير، إني أتساءل، هل مهمة النقيب مهمة شرفية أم أنها تكليف بمسؤوليات أم ماذا؟ إذ أن القانون يخول للنقيب السلطة المطلقة في جميع الأجهزة، في تسيير كل الأجهزة التي ذكرت على لسان النواب. سلطة تنظيم وتسيير المنظمة باعتباره رئيس مجلس المنظمة المادة 89، رئيس الجمعية العامة المادة 86، سلطة التشريع وإعداد القوانين الداخلية باعتباره عضو في المجلس الوطني للنقباء المادة 103، سلطة تأديبية باعتباره المادة 114 فقرة 2، وهكذا. إذن وحتى في هذه السلطة الأخيرة فهو يجمع ما بين سلطة الاتهام والتحقيق والحكم التي تقتضي مبادئ المحاكمة العادلة.
الفصل بينهم جميعا لضمان حقوق الدفاع. لم ينص القانون على الإطلاق على أي التزام بالنسبة للنقيب وأعضاء المجلس، ولم يعرضهم لأي مسؤولية في تسييرهم للنقابة. وعليه نستطيع أن نفهم جيدا بأن الانحراف في التسيير الذي أصبحت تتميز به معظم النقابات لا يرجع لشخصية النقيب ولكن لما ورد في القانون. معالي الوزير، زيد دقيقة زيد. وذاك السيدي صح، بارك الله فيك. أقترح: واحد، ضرورة احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات داخل المنظمة، وذلك بفصل بين مجلس المنظمة كهيئة مسيرة والمجلس التأديبي كهيئة تأديبية، ومنح هذا الأخير سلطة التأديب كاملة بما فيها إغفال المحامي. يجب أن لا يتجاوز القانون الداخلي القانون الأساسي حاليا من حيث الشكل 120 في القانون الأساسي و131 مادة في القانون الداخلي. أما من حيث المضمون فإن القانون الداخلي الحالي أدمجت فيه مبادئ جديدة تتنافى مع المبادئ الأساسية للمعنى المنصوص عليها في القانون. على سبيل المثال أعطي مثال فقط: وثيقة قرأتها مختصرها: التمس من كل الزملاء، قول النقيب، التمس من كل الزملاء التابعين للناحية بالالتزام التام بهذه التوصيات، وكل مخالفة لذلك يتحمل المعني بالأمر المسؤولية التامة الصارمة.